السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ آية. النهاردة هنعمل مقبلات مغربية وهي البطبوط. ممكن تقدميه في حفلة أعياد الميلاد في عزومة أو حتى في رمضان. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة أفكركم عشان تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هنحتاج 250 جرام سميد ناعم أو سيمولينا، 250 جرام دقيق، ممكن كمان تستعملي نص كيلو دقيق ونص كيلو سميد ناعم، مية دافية للعجن. هنحتاج كمان معلقتين كبار زيت زيتون، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، ومعلقة صغيرة ملح. في طبق هنحط الدقيق، السميد، الخميرة الفورية، السكر والملح، ونقلبهم مع بعض. وبعدين هنضيف زيت الزيتون ونقلب، ونبتدي نضيف المية بشوية بشوية لحد ما نتحصل على عجينة متماسكة. طبعا بنعجنها كويس جدا 5-7 دقايق لحد ما تبقى العجينة طرية ولينة نوعا ما، بس في نفس الوقت ما تكونش بتلزق في الايد زي كده. وبعدين هندهن طبق بشوية زيت وهنرجع فيه العجينة، برضو نحط عليها نقطة زيت وندهنها، وبعدين هنغطيها بالستريتش او بكيس نايلون ونحطها في مكان دافي تخمر فيه ساعة وساعة ونص على حسب حرارة الغرفة، او لحد ما يتضاعف حجمها. وبعد ساعة تقريبا خمرت العجينة بتاعتي تضاعف حجمها، وبعدين بطلع الهواء اللي فيها وبلمها تاني علشان اقسمها على 2. وبعدين برش سميد على الرخامة بتاعتي، بحط العجينة وبرضو برش عليها سميد وببتدي افردها. وما منساش اعمل الحركة دي علشان اتأكد انها ما بتلزقش من تحت، وده بيكون سمكها. وبعدين ببتدي اقطعها. انا ما كانش عندي قطعات فاستخدمت اي حاجة كانت معايا. ممكن تستخدمي كوبايات او لو معاكي القطعات ممكن برضو تستخدميها. وبعدين بنقل العجينة بتاعتي بحطها على منديل وبسيبها تخمر تاني، والعجينة اللي فاضلة ممكن استخدمها تاني مجرد اني المها من غير ما اعجنها. وبعدين بفردها بالشكل ده وبقطعها علشان استخدمها مرة تانية. وعلى نار متوسطة بنحط طاسة تقيلة، ياريت تكون تيفال ما بتلزقش، ومن غير زيت ولا زبدة بنبتدي نحط البطبوط. والتكة هنا ان احنا على طول نفضل نقلبه، يعني ما نستناش ياخد لون من ناحية علشان نقلبه من الناحية التانية، لا ان احنا على طول نقلبه ونستنى لحد ما يبتدي ينفش وياخد الشكل المميز بتاعه. هو بيكون شبه العيش البلدي المصري يعني، بس على ميني بقى. وبس يعني لما ياخد لون نشيله من على النار وبنكمل نسوي بقية الكمية بنفس الطريقة. طبعا ما ننساش ان احنا نغطيه بمنديل علشان ما ينشفش ونسيبه يهدأ. بالنسبة للحشو انا استخدمت مايونيز، هريسة اللي هي الشطة، كمان استخدمت تونة من نصف علبة لعلبة، عندي كمان لانشون ورومي مدخن، شرائح طماطم، وزيت زيتون. في طبق هنحط المايونيز، يعني 3-4 معالق تقريبا. حطيت نصف معلقة كبيرة شطة وتونة، نصف علبة تقريبا، ومعلقة كبيرة زيت زيتون. ابتدي اخلط كل المكونات دي لحد ما يتجانسوا مع بعض. ودلوقتي مش فاضل غير احنا نحضر البطبوط بتاعنا. نحط معلقة صغيرة من الصوص اللي جهزناه، وبعدين بنحط قطعة من الطماطم، واخر حاجة نحطها هي اللانشون. طبعا الحشو حسب ذوقك، يعني ممكن كمان تحضري شاورما، فراخ، او لحمة مفرومة حتى. وبكده خلصت وصفتنا للنهاردة. اتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي تعليق تحت الفيديو، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، واشوفكم في حلقة جديدة مع وصفة جديدة وشهية طيبة. بسلامة.